السلام عليكم. أنا مغربي مسلم موحد ولله الحمد، وأبعث بهذه الرسالة لليوتيوبر قصي بيطار. إذا كان يعني لك نجاحك كيوتيوبر شيء، فأنصحك بأن لا تجري هذه المناظرة مع الدكتور هيثم طلعت لعدة أسباب، وأبرزها: أولا، أنت لا تجيد قراءة الكلام بشكل صحيح لغويا، وهذا سيؤدي بك إلى إحراج شديد أمام الحضور. ثانيا، دكتور هيثم طلعت يحفظ من الأدلة والنصوص ما يكفي لمناقشة معك أي موضوع فرعي للنبوة أنت غير محضر له مسبقا، في حين أنت لا تستطيع استحضار نصوص بما يكفي، ولا يوجد لديك الوقت الكافي لتحضيرها أثناء المناظرة. أنت لا تجيد قراءة النصوص حتى وهي أمامك، فكيف ستستحضرها وهي غائبة عنك؟ المسألة الثالثة وهي أنك ضعيف في المادة العلمية والتاريخية، وهذا يعني أنك لن تستطيع أن تضيف شيئا في باب الإعجاز العلمي وفي باب البشارات، وستكون ضعيفا ومنقطعا في المناظرة، وتسجل نقاط ضدك. المسألة الرابعة التي ستكون ضدك هي أن الدكتور هيثم طلعت محاضر ومحاور خارج قناته، مما يعني أنه متعود على الكلام أمام الجماهير على أرض الواقع، عكسك أنت فغير متعود على هذا النظام، وبالتالي ستبدو ضعيفا أيضا من هذه الناحية. فنصيحتي لك: حاول أن تعرقل هذه المناظرة عن طريق وضع شرط تعجيزي أثناء مناقشة شروط المناظرة إن وافقت على إجرائها مع الدكتور هيثم طلعت.